هيج لازم يكون صمون البرجر هش وخفيف مثل القطن، ويا برجر الدجاج المقرمش وشوية سلطات أطيب لفة ممكن تسووها. بالبداية عندي طحين، حليب وخميرة وملح وشكر، والمقادير بالتفصيل أسفل الفيديو. بوتيتاية مسلوقة ومهروسة وبيضة، والمي الدافي حسب الحاجة، يعني نضيف ونعجن بالتدريج إلى أن نحصل على عجينة طرية، يعني شوية تلزق بالإيد. وبالأخير نضيف 50 غرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، نعجنها زين ونغطيها ونتركها تختمر. وهذا شكل العجينة بعد ساعة، ما شاء الله مختمرة وخفيفة كلش حلوة بالشغل. ناخذ منها قطعة بدون ما نفرغ الهواء منها، ونسويها بالشكل الدائري أو بالشكل الطولي براحتكم، وندهنها بالبيض، رشيتها ببذور اليقطين أو بالسمسم أي شي تحبوه. دخلته فرن، الفرن بارد، يعني أدخل الصمون للفرن وأشغله. وحتى نحضر أسرع وأطيب برجر دجاج مقرمش استخدمت منتجات البوادي، منتج وطني عراقي، وأرقى وأنظف منتجات ممكن تجربوها. طعمها كلش طيب، ما بيها بهارات زايدة، لأن جودة الدجاج عالية. كل منتجات شركة البوادي وبيض صحاري كربلاء متوفرة ببغداد عن طريق شركة سما كربلاء بغداد. وهذا شكل الصمون ورا ما طلع من الفرن، ما شاء الله هش وخفيف مثل القطن، لونه مو فاتح لأن حطينا بيه بوتيتا وبس. والله لازم تجربوه، تقدرون تحتفظون بيه بالفريز. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك والمتابعة، وبالعافية.